السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. النهارده بقى هنعمل سحور بطريقه كويسه جدا هتعجبكم ان شاء الله. بما ان احنا بدانا نزهق يعني من السحور والروتين بتاع كل يوم ده، فهنغير النهارده في السحور. هنعمل بيض شكشوكه. طبعا بصوا البصليه قد ايه صغيره جدا اهي، مش هتبقى كتير طبعا عشان السحور. تمام يا حبايبي. وهنعمل فول برضو بطريقه جميله قوي هتعجبكم. دي جبنه قريش، وعندي القشطه هنا. هحط القشطه دي عليها كده، هي اصلا مزبده بس عندي قشطه واخداها من وش اللبن، فهحطها طبعا على الجبنه القريش الجميله دي هتحليها اكتر. بعد كده عندي خس هغسله وهوريلكم بقى طبعا بعد ما اتغسل، وهنقطع خيار وهنقطع خس. ان شاء الله السحور النهارده هيعجبكم باذن الله يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي البصلايه الصغننه دي هنقطع منها ايه، هنقطعها قطع صغيره خالص. هنخليها تصفر بس مش هنخليها تحمر، ماشي؟ يا دوب يعني تصفر كده تبقى وردي. حته صغيره مش هنحطها كلها طبعا. تمام كده، كفايه قوي كده، حلو قوي كده. حطينا معلقه سمنه بلدي، عندك بقى سمنه، عندك زيت، عندك اي حاجه، كله زي الفل. يا حبايب قلبي كده هي اصفرت اهي، مش هنخليها تحمر قوي. نحط الطماطم قطعناها قطع صغيره خالص، ماشي. نجيب بقى الفلفل الاسمر والملح، نحط عليها الحاجات دي. الفلفل الاسمر الملح ما يكونش كتير يا حبايبي. نسيبها بقى 3 دقايق كده، بعد كده نرجع لها عشان نحط البيض. دلوقتي يا حبايبي ده قرن فلفل قطعناه عشان نعمل الفول بالطريقه اللي قلت لكم عليها. ادي الزيت، تمام كده. برضه يا حبايبي الفلفل ما يبقاش متحمر قوي، يعني يا دوب برضه يصفر كده. وبعد كده ايه، هنحط بقى شويه الملح والكمون اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده هنحط الفول بقى. اولا احنا ضربنا الفول في الخلاط، لان الفول طبعا الايام دي محصل كده، فلازم نضربه في الخلاط عشان يتاكل يعني. بس يا حبايبي اصفر كده ايه، وكرمل كده، ماشي. كرمل دي يعني طري شويه، ما بقاش ناشف زي ما كنا احنا لسه حاطينه. تمام. نحط بقى شويه ملح صغيرين هنا كده، ماشي يا حبايبي. هنحط كمون، هننزل بقى بالفول. بصي يا حبايب قلبي اهو، هاخد بقى معلقه صلصه من اللي هي متكرمله جاهزه دي، ماشي، عشان تديني ايه طعم حلو.
مش طعم بس، ده طعم ولون كمان. عايزه اقول لكم طبق الفول ده هيبقى جامد ان شاء الله. اللي عايزين يحطوا شطه يحطوا براحتهم، بس احنا مش هنحط شطه طبعا عشان الصيام، مش هينفع نحط شطه خالص يعني. طعمه تحفه والله بجد. يا حبيبي بقى ايه، ننزل كده بالبيت. دي بقى بيض الشكشوكه، حلو طعمه وتغيير برضو في السحور يعني. مش كل يوم بقى نسلق بيض، مش كل يوم نقلي بيض، لازم نجدد كده علشان ما نزهقش. حبايبي كمان البيض مش عايزين ننشف عليه، البيض لما بيبقى طري بيبقى طعمه حلو وبيبقى جميل، مش عايزين ننشف عليه ونخليه ناشف كده، لا لما بيطرى بيبقى حلو. كده يا حبايب قلبي كده يبقى كده البيض كده، بصوا طري وحلو ازاي، مش متنشف عليه خالص، بيبقى كده بقى. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت رشه فلفل اسمر تمام كده على البيض، ماشي يا حبايبي. عندي بقى القشطه اللي انا قلت لكم عليها، ماشي، احطها بقى على الجبنه كده. جبنه القريش دي بقى جميله وخفيفه كمان عشان الحموضه، جبنه قريش ممتازه ممتازه من واحده ست يعني محترمه، ربنا يكرمها يا رب. خس بقى يا جماعه، الخس وما ادراك. الخس ده بقى علشان خاطر اولا بيبقى مليان ميه، وكمان علشان الهضم، وكمان عشان يريح المعده اثناء الصيام. الخس طبعا مفيش غنى عنه كل يوم، بالذات في الصيام في رمضان. نفس الحكايه الخيار، الخيار ده حاجة جميلة جدا وممتعة جدا، وبتساعد برضو على الهضم، وكمان بتريح المعدة والقولون، وبيبقى جميل جدا وبيرطب على قلبنا واحنا صايمين. يبقى كده الخيار وده الخس ما ننساهوش، وطبعا الجبنة الجميلة الجبنة القريش، وطبعا البيض الجميل تمام اللي هي الشكشوكة، والفول بقى بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها الجميلة دي. قرن فلفل وطماطمايه، وهتشوحي القرن الفلفل تحطي عليه طماطمايه وشويه الزيت والملح والكمون، وتطحني خالص الفول في الكبه او في الخلاط في اي حاجه، وتروحي حطاه وعاملاه بنفس الطريقه، هيعجبك قوي. انا عايزه اقول لكم ريحته قلب الدنيا وطعمه تحفه جميل جدا. ده يا حبايبي السحور بتاع النهارده، يا ربي يعجبكم، نقول اعجابكم. وسحور حاجه خفيفه ومريحه، مفيش بقى فيها زيوت كتير، مفيش دهون، مفيش، لان احنا بنتسحر وبنصلي وبننام، فكل ده بيتراكم عندنا في المعده وفي القولون، ويبقى اليوم كله طبعا احنا حاسين فيه بتعب وارهاق. لكن الحاجات الخفيفه دي، اولا الجبنه القريش دي تحفه جميله جدا ومريحه للمعده، وطبعا الخس كله ميه حلو اساسا صحي وحلو البشره، وكل اي حاجه خضراء جميله جدا على فكره. البيض بالطريقه اللي قلت لكم عليها حلو جدا، هيخليكي تاكلي، يعني احنا قفلنا من المسلوق ومن السمنه ومن الكلام ده كله، فالاكل ده هيبقى خفيف جدا وهيبقى جميل جدا على معدتكم. ويا رب يكون السحور بتاع النهارده كده عجبكم، وجربوا الطريقه دي تعجبكم جدا. وحبايب قلبي والفول برضو بنفس الطريقه، واللي عايز يحط عليه طحينه عادي ممكن تحطي عليه طحينه. دلوقتي يا حبايبي خلاص خلصنا الفيديو بتاع النهارده والسحور بتاعنا، واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، اللي ما اشتركش يتفضل ينورني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.